السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشيني والله، بتوحشوني قوي من فيديو لفيديو. احبكم في الله حبايبي الحلوين. حبايبي يوميات مس امان ومنوعات شهد وماما، مسا الفل عليكم احلى. مسا الاناناس على احلى ناس. النهارده ان شاء الله انا رحت بقى السوق، بضعت كده بس نزلت في الحر. نازله كده بعد العصر، بس بقى الدنيا حر نار والفلاحين عايزين يمشوا. فانتهزت فرصه ولقيت حاجات كده فرصه، فقلت اقول لكم ان انت تتنصحي كده وتتشطري. ولما تحبي تنزلي السوق انزلي اخر النهار، هتجيبي الحاجه بنص الثمن، وحاجات برده حلوه مش وحشه، لان الفلاحين بيبقوا عايزين يمشوا وعايزين خلاص يروحوا. فالحاجات بتبقى حلوه وبسعر جميل. انا كنت رايحه اجيب التموين، وبعدين قلت ايه اما اخد الشنطه بالمره واعبي ايه اي حاجه تقابلني في طريقي، لان البيت دايما احبه يبقى عمران. فالاول هقول لكم اسعار الفاكهه. انا جبت العنب الاحمر والعنب الاصفر ده، الاثنين الواحد كيلو ب25. فجبت كيلو من هنا وكيلو من هنا. وبعدين رحت عند بتاعه البطيخ، بتقول لك نقي، ولو طلعت قرعه هي ملهاش دعوه، هي ملهاش ايه دعوه. فانا بقى عملت نصحه وعملت زي الايه بتوع البطيخ، وخبطت كده على البطيخه وجبتها، بس بسم الله ما شاء الله طلعت حمراء. اول ما دخلت قلت انا هفتحها، حتى لو مش حمراء مش هقدر ارجعها. ليه بقى؟ لان انا جايباها يعني من الناس اللي هم ايه لو رجعت هتتضربي. فلا احترم نفسي احسن واخدها. بنتي قالت لي يا ماما قالت وحشه، هنعملها عصير او هنعملها اي وصفه، يعني مش هنسكت يعني. فالحمد لله ربنا جبر بخاطرنا. والبطيخه دي كانت ب 30 جنيه، تمام. في ب 60 وفي ب 70، انا جايباها ب 50 قبل كده، كانت زي العسل. جبنا هنا الشهد دوت، خدته بكام؟ ب 10 جنيه، لا ب 12 ونص، عشان ابو 10 ما كانش حلو. جبت 2 كيلو ونص، خدت مني 25. قالت لي يلا زي بعض سايبه لك النص كيلو. كده ايه؟ كده الفاكهه التفاح الصغير ب 25 والكبير ب 35 وب 40. انا حبيت اقول لكم. والبرقوق ب 60 وب 70، فانا ما جبتش بصراحه. المانجا لسه طالعه بس برده مش قد كده، لسه مش اوانها. دي الفاكهه اللي في السوق. تمام يا حبايبي. فانا ان شاء الله هجيب لكم التفاح الصغير، بس انا والله بعد ما مشيت ندمت اني ما جبتش، عشان عايزه اعمل لكم فريسكا زي بتاعت اسكندريه الجميله اللي تتباع على البحر. خلاص خش بقى على الخضار. انا ما جبتش خضار يعني بسله والكلام من ده، لان انا عندي في الفريزر، انا بحب افرز كل حاجه. عندي باميه وعندي ورق عنب وعندي كرنب وعندي بتاع دوت بسله وباميه وملوخيه، فهجيب ايه؟ وبجي لسه جايبه بطاطس برضو من اول امبارح، جبتها ب 10 جنيه، جميله، طلعت جميله جدا جدا. وتحمير، مع ان شكلها ما يدلش ان هي حلوه، اللي هي عليها الرمل دي وفيها كده زي بودره ولا ايه ما اعرفش. كنت جايبه وانا خايفه، وقلت اجيب 2 كيلو ونص بس على قدي لحد ما امشي اموري. المهم، كانت الكيلو ب 8 جنيه، فجبت 2 كيلو ب 20. هنا جبت الفلفل ده مع الفلفل ده. بصوا الحبه دول والحبه دول، وكان فيهم كمان حبة خيار. ماشي. الفلفل ده وفلفل رومي، بص هو سليم ما فيهوش اي حاجه. خدتهم ب5 جنيه الحبه دول كده على بعضيهم. وكان فيهم فلفل تاني بس انا خدت منه حبه، حطيتهم في التخليل برضو، خدت من الحامي ده. فالحبه دول بتاع كيلو وشويه ب5 جنيه، مش وحشين. جبت بقى ايه؟ جبت 4 كيلو خيار، قال لي خديهم على بعضيهم. وكان في وسطهم برضو فلفل بكام؟ ب20 جنيه. يعني الكيلو كان واقف عليا ب5 جنيه. عملت ايه بقى؟ خليت البطرمان الكبير ده هخليه تخليل عادي، بملح وخل وميه وورق لوري وفصين توم، وهسيبه ده هعمله سريع علشان ناكل منه. على ما ده يخلص ان شاء الله يكون ده استوى، لان الخير ملوش روح. خدت هنا برضو الفلفل ده من ضمن ال20 جنيه. هو اداني مشنه ما شاء الله كبيره، طلعت 4 كيلو ونص، حسبهم لي 4 على 20 جنيه. فيها فلفل ما فيهوش اي حاجه. في شقه بس كده، بس انا ايه اهو بصوا ده بلون شويه كده ما فيهوش حاجه. قلت بقى اخد الحبه دول اعمل فيهم ايه؟ هحمرهم دلوقتي. انا بحب ان انا احمر الفلفل كده واحط عليه ملح وفلفل اسود واكله. وخدت شويه خيار كده من الخيار، شايفين الخيار ما فيهوش اي حاجه والله. خدته كده قلت ايه اكل حته جبنه حاجه، غسلتهم وشلتهم، وقلت برضو اوريكم الفيديو عشان تستفيدوا. والباقي خللته. حلو الكلام. مع اني انا لسه والله العظيم لسه جايبه ما شاء الله من المطريه، كنت في مشوار عند اخويا ولقيت الفلفل الالوان برضو ب10 جنيه، رحت جايبه. انا كل ما بلاقي فلفل الوان بجيب. هنا برضو الست كانت عايزه تمشي، اللي هي برضو نفس بتاعت الفلفل، معاها خضره. قالت لي 4 ب10. قلت لها طب هاتي 4 ب5، خدت 4. فضل عندها ايه 6 ربط كده ولا 7. قالت لي بتاخديهم ب10. قلت لها لا، انت على الخمسه اللي معاكي خدي كمان 10 12، يعني 12 جنيه كلهم. خدت 15 جنيه، ادتني 3 جنيه. ولا ادتني 2 جنيه، يعني دول ب 13 جنيه 11 ربطه.
بصوا ما فيهاش اي حاجه. انا جيت من عندها غسلتهم وحطيتهم في الميه على طول، نقعتهم اهو، ما فيهمش جنس حاجه، هم بس كانوا من الحر دبلانين. فانا حطيتهم في الميه كده شويه، هصفيهم واصفي منهم الميه خالص وافرزهم. ما فيش حاجه ما بتنفعش يا بنات في البيت. الطماطم التلاتة ب10 حمرا دم اهي، بس ما تنقيش 3 ب10. فانا قلت مش مشكله، انا عايزه ايه، هي برضو ناشفه، ممكن انقي منها الناشفه احطها على الثلاجه في الثلاجه والباقي اصلصل. حلو. هنا بقى البتنجان ده ب6.5، فانا بقول له هات نص، قال لي لا خدي ب5، فاداني بالخمسه اكتر من النص كيلو، برضه هيتخلل. هوريكم بقى البصل ب10 في كل حته، وانا جبته ب8 اهو يا حبايب قلبي. جبت البصل ده ب8 جنيه، وعنده رفيع للاكل ب6.5، وعنده ب10، والبصل التاني ب10، اللي هو بقى ايه يعني، هو ده ابو 8 ما فيهوش اي حاجه. انا بقى جبت تشكيله، جبت من الرفيع عشان الاكل والشوربه، جبت كيلو ونص بكام، كيلو ونص ب10. وجبت كيلو 2 كيلو من ابو 8، ماشي، وكيلو ب10. لقيته ايه يعني، ظبطت قلت بقى من كبير على وسط على صغير، فجبت 4 كيلو ونص بصل قطعه 48 جنيه. البصل يا بنات هيغلى اكتر من كده، فان كنت انت يعني بتعرفي تفرزي بصل، انا مفرزاه في القناه جميل قوي، قعد عندي مده، وكنت باخد يا دوبك معلقه كده اقلي بيها. فانا جبته بقى ناشف عشان يتحمل ان انا اشيله، يعني 5 كيلو لما يخلصوا بقى يحلها ربنا. نشوف بقى الاسعار، احنا بنجيب بقى لما يبقى غالي بيوصل حاجه و20 وحاجه و30، بنجيب كيلو على قد الاكل وخلاص، ونقعد بقى نشم في البصل زي ما بيقولوا كده. ودي كانت المشتريات بتاعتي من السوق. وانا بجيب التموين. تعالي برضو اقول لك فكره على التموين، عشان لما تشتري حاجه تشتري الحاجه اللي تنفعك، ما تشتريش اي كلام. التموين يا جماعه ما بقاش دلوقتي حتى ليه لازمه، وبقى يعني والله كنت بروح حامله الشنطه، دلوقتي بقيت اروح اجيب اي حاجات كده بسيطه واجي، ما يعني ما لا تذكر. فانا هوريكم دلوقتي حاجات التموين اللي انا جبتها برضو. انا خرجت كده في الصاله على السفره، لان ترابيزه المطبخ بسم الله ما شاء الله مش مكفيه الحاجه اللي انا جبتها. بصوا بقى، احنا 4 تنفار، جبت 4 ازايز زيت و4 سكر، ماشي، بفرق العيش كمان، وباكو شاي. دول اساسي، انا بجيبهم كل شهر. وجبت اللي فاض بقى كيسين مكرونه، ما فاتش حاجه اكتر من كده. هو ده تموين ال4 افراد، 4 زيت 4 سكر، فرق العيش بقى، باكو الشاي والمكرونه. ممكن يكون بقى يعني كمان فايد من التموين، لان فرق العيش بيبقى حاجه و40 جنيه. تمام كده، ادي الاشتراكات بتاعتي، وادي التموين اللي انا جبته. طبعا انا بجيب بقى مكرونات من بره، وبجيب من عند فتح الله، وبخزن بيتي، ما بحبش بيتي يبقى ناقصه اي حاجه. اول باول الحاجه اللي بتنقص بنزل اجيبها. ولسه جايبه برضو عرض رز هوريهولكم. فجبت بقى هنا الرز ده كان ب29 جنيه، نضيف وقشطه، بس انا خدته اقل من كده بكتير. اقول لكم ازاي بقى. انا كان عندي بون كده او كوبون، ان انا ليا 100 جنيه توفير في المشتريات اللي انا هشتريها من طلبات. فكان منزلين بقى من ضمن الحتت اللي ممكن تشتري منها خير زمان وكذا مكان كده. فانا قعدت ادور ايه اللي انا محتاجاه، لقيت خير زمان منزل الرز ده ب29، خدت 8. مثلا لو قلت ب30 ب240، اتخصم لي 100 جنيه، يبقى انا خدت ال8 ب140 جنيه، يبقى انا وفرت ولا ما وفرتش. فانا بنتهز اي فرصه من دي، مثلا جالي كوبون جالي حاجه، طب ما جاليش، بروح اشوف برده في سعر الجمله، وبجيب من حاجاتي كلها من الجمله. طبعا احنا زي ما انتم عارفين انا من باب الشعريه، جنبي سوق الجمله بتاعت كل الحاجات دي، زيوت ومكرونه وبتاع. بس بقى ان انت لازم تاخدي كرتونه المكرونه نوع واحد على بعضه. طب انا هاخد نوع واحد اعمل بيه ايه؟ فلكن لو معاكي مثلا اختك، جارتك، بنت خالتك، هتقسموا مع بعض، هتوفروا كتير قوي قوي. وكرتونه الزيت كل بصي، واللي انت تشتهيه في المطبخ ادوات غذائيه بتلاقيها هنا في باب الشعريه في سوق الجمله، على الشارع العمومي. ماشي يا بنات. وبس دي مشترياتي اللي انا جبتها النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا كده استفدتوا منه، وان شاء الله. وقومي عمري بيتك. انا والله نزلت كده تهيألي كده، يعني انا ما صرفتش 200 جنيه على بعض، يعني بسم الله ما شاء الله. جبت حاجات يعني كانت 100 وحاجه، يعني حاجات كده. ربك لما بيرزق بقى وبيسهل. فانا نازله اساسا للفاكهه، عشان بنتي كانت طالبه مني فاكهه، واجيب التموين. فلما بلاقي فرصه بلاقي فرصه اي حاجه، بصل رخيص، بطاطس رخيصه، طماطم. الديب فريزر بصراحه في البيت نعمه. طب لو ما عندكيش ديب فريزر، هاتي على قدك وحطي في التلاجة. حتى في الحر ده ما تنزليش كل يوم. اتمنى لكم ان شاء الله مشاهده سعيده، واستنوني فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.